السلام عليكم. تانية ثانوي بكالوريا، المنهج نزل والدنيا لذيذة جدا بصراحة. شايف المنهج حاليا، وكنت بشرح للناس دلوقتي الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والان ال بي والكمبيوتر فيجن والكلام ده. فالدنيا سهلة، المنهج لذيذ، المنهج تحفة حرفيا. فهديك شوية كده نبذة عن المنهج. أول حاجة تطوير التكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وكده. هشرح لك بمعنى صح التحول الرقمي ده عبارة عن إيه، ازاي ان احنا بدأنا نستخدم الداتا ونستخدم البيانات اللي عندنا، وانتقلنا من الحياة العملية الى الاي اي او الى الذكاء الاصطناعي بمعنى صح. الحاجه اللي كانت بتتعمل بالايد بدات تتعمل بالذكاء الاصطناعي. وتاني حاجه ازاي الذكاء الاصطناعي بيشتغل، قلنا ان هو لازم بيتعامل زي الطفل الصغير، وبعد كده تديله حاجات ويبدا كذا ويبدا كذا. قلنا كل ده في الفيديوهات اللي فاتت، فلو ما سمعتهاش في كورس التاسيسي، المفروض ان هو تاسيسي، هو اصلا المنهج بتاعكم. ما تقوليش عرفت ازاي، هقول لك هو سبحان الله. الحمد لله، يعني الحمد لله. قلنا الذكاء الاصطناعي في الحياه اليوميه زي ما قلت لكم، في التعليم، في اللي هو اونلاين ميتنج والكلام ده كله. بيعلم الاختبارات لوحده. ادخل شوف الفيديوهات على اليوتيوب وهتلاقي ان انا شارح لك كل ده من قبل ما المنهج ينزل اصلا. فدي حاجه. تاني حاجه قلنا في الصحه، اللي هو بيعمل اشعاعات في روبوت معين بيعمل لك عمليات من قريه لقريه او من قاره لقاره، فقصص كتير. وقلنا القضايا بتاع الذكاء الاصطناعي، لازم تستخدم الذكاء الاصطناعي في حاجات معينه، وما ينفعش ان انت تعمل، لازم يبقى ليك مسؤوليه معينه. ما ينفعش ان تستخدم الذكاء الاصطناعي في تسريب معلومات، في حاجات كتير. فالدنيا لذيذه. وبعد كده تخش على اتش تي بي اس واتش تي تي بي، وايه هو الانواع التصميم الشبكات، والشبكات ازاي بتشتغل، وازاي كذا، وازاي ببعت ريكويست، وايه هو الجيت، وايه هو البوست، والكلام ده كله. والدنيا اللذيذه دي كلها. تخش بعد كده تطويرات الويب، هتعرف ايه هو الويب من بره. هيقول لك ان في حاجه اسمها الواجهه الاماميه اللي هو الفرونت اند، وبعد في حاجه اسمها الباك اند، وفي حاجه اسمها اليوزر اكسبيرينس، وازاي تعمل كذا، وبعد كده دو، وبعد كده تشيك، لو غلط هتبدا تنفذ من اول وجديد وتعمل تصميم معين. فيا جدعان البرمجه تافهه، اقسم بالله المنهج تافه. المنهج تحفه 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 تحفه. بس ده الترم الاول، بس ده اللي احنا بنعمله في الترم الاول كله. وفي الاخر بيقول لك ايه، تقييم المواقع وكده. فتقييم المواقع بالنسبه لنا اللي هو هنشوف الموقع شغال ولا لا، عدد النقرات، السي في كام، ده كام، ده كام، وازاي انا احسن منه، اغير في التصميم، اعمل كذا. فالموضوع اقسم بالله تافه. فلو لسه ما تعرفش المنهج عباره عن ايه، فالمنهج نزل حاليا. فابعت لي او من اي كومنت وانا هبعت لك المنهج كامل. وبالتوفيق يا رب العالمين. والبرمجه مع عمر ورزق مفيش مستحيل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.